بعد ثلاثيه امام الترجي امبارح تحس كده ان جمهوره ولسان حاله بيقول يا راجل ده انت كافر. فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صابر ودي الكوره مع افوكاتو. عارف واحنا بنتفرج كده على الماتش امبارح حسيت ان في وسط الماتش الموضوع قلب فيلم كوميدي. يعني حسيت كده ان ان افريقيا كلها عندها طار بايت وطار طازه مع اطهر الطاهر. يعني الراجل دوت تقريبا خد لقب وونتد، الرجل الاكثر طلبا في القاره الافريقيه. وواحد برضه زملكاوي كده راجل ادمن يعني فخم كده على الفيسبوك كان بيقول لي الصن داونز حلو الفير بلاي يعني ارجع لكم صوت هيطين عشاككم النهارده. سيبك بقى من ماتش امبارح يا جدع، سيبك من الكوميديا اللي كانت دايره دي. الوداد وصن داونز اللي جاي يابا سواد، يعني اي واحد فيهم هيجي هيتشلوح. يعني واحد مشايل الاهلي 5 وكل ما يشيل الاهلي 5 يدفع الثمن غالي، وواحد عمل مؤامره السنه اللي فاتت لعب النهائي على ارضه. فمتخيل اصلا الموضوع تخطى الكوميديا بتاعت ماتش امبارح، هو الموضوع راح بقى ايه للوداد وصن داونز. تحس يعني كل التعليقات اللي شفتها بعد الماتش اللي هو ايه يخرب بيتك يا اطهر، يعني انت ايه اللي انت عملته في نفسك دوت؟ ده انت شلت ذنب القاره كلها. بص التحفيل دوت، يعني برغم التحفيل ده انا كان صعبان عليا جدا فرقه الترجي. يعني انا حتى قبل الماتش بقول يعني ده اكتر ماتش انا متعاطف فيه مع الترجي. فرقه مهلهله ما فيهاش، حتى الجول بتاعهم تقريبا كنا جايبينه معانا في اتوبيس بتاع النادي الاهلي. مش عارف يعني الراجل على الله كده حكايته. ونبيل معلول على فكره، يعني انا كنت سامع كابتن سامي الشيشيني وشام حنفي امبارح في الراديو قبل الماتش بيقولوا يعني ان الراجل لو اتغلب الماتش دوت مش هيجي يلعب في القاره. فانا بقول لهم اطمنوا يا كباتن، يعني هو الراجل تقريبا طلب عربيه اوبر بعد الماتش وخد بعضه على طول بقى على بيتهم ما روحش حتى في اتوبيس الفرقه. ماتش ما فيهوش فنيات يعني كتير. يعني هو كولر حتى قبل الماتش قال لك انا مش هنخدع بفكره ان مستوى الترجي قل. لا هو حتى بان عليه ان هو كان نازل الشوط الاولاني مأمن في وسط الملعب كويس، الثلاثه كانوا بيلعبوا فلات، وبعد كده ابتدت بقى الانطلاقات. يعني هو بيلعب على المرتدات، وعارف ان خط ظهر الترجي على الله حكايته بالتغطيه العكسيه والتنس الدبكات تعدي ما بينهم زي ما انت عايز وحاجه كده يعني شكراوس الجنزبيلي فاهمني. ويعني فرقه على الله. انا مش عارف الفرقه دي يعني ما اتغلبتش طول البطوله ازاي. لا ولما تقع بقى تقع ب3 على ارضها، يا نهار احمد يا نهار اسود. فيعني لكن الله يا ترجي بصراحه صعبوا عليا والله. هو الاهلي يعني ايه لما بيقدر ما بيعفيش، يعني 3 مع الرأفه واللعيبه المفروض تتحاكم محاكمه بسبب الغباء الكروي. يعني يا راجل يا طاهر ما تحطهاش لصاحبك، ما تحطهاش لمحمد شريف. يعني الراجل حطها لك، حطها له يا جدع. ولا ده اسمه ايه ده التاني احمد عبد القادر. يعني هو انت يعني لازم ترقصنا وترقص الجمهور اللي ما كانش قاعد في المدرجات امبارح. بص هو الاهلي الله اكبر عليه. يعني الكلام ده قلناه في ماتش بيراميدز، قلنا ان هو يعني مش هيقابل الترجي في حاله احسن من حاله بيراميدز. هو انت لعبت الاصعب وواقف على رجلك. وامبارح بقى تحس كده ان الاهلي في الدقيقه 65 تقريبا كانوا بيلعبوا اللي في النص اللي فيها الكلب الحيران حاجه زي كده. يعني فرقه بجد بقى يعني استوت قوي، مستوى الخبرات بقى عالي جدا. تخيل كده الاهلي السنه دي بيحط قدم للنهائي الرابع على التوالي والتوازي، يعني واخد بالك انت على التوالي. والارقام دي ارقام مش طبيعيه. وخليني اقول لك ان حتى لو الاهلي لا قدر الله خسر النهائي السنه دي، فانت خلاص انت كده اصلا ضمنت انك توصل كاس العالم بنظامه الجديد. فيعني انا شايف بقى الاتحاد الافريقي يلف كده الكاس لف الجاتوه ماشي ونبعته كل سنه على الجزيره وخلصنا. لان مش طبيعي ابدا ان انت تبقى فرقه مش عاديه الاهلي، ان انت تبقى طول دوري المجموعات طالع نازل وتيجي بقى يا معلم تخش الدور الثاني تتحول عدل ينتقم. فيعني ايه اعتقد ان عصام الشوالي قالها فانجز.
الاهلي في الدور الاول بيمشي على سطر ويسيب سطر ويرجع في الدور الثاني حتى لو تاهل تاني بيكنس كل اللي قدامه. بس كده، لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، الشير، الكومنت، سبسكرايب. لو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.